شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم الدكتور رائد محمد حسين، مدير مستشفى شهداء الأقصى. بداية حديثي نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة يتيم لار وقفي على ما قدمته لمستشفى شهداء الأقصى من تجهيز مبيت قسم الباطنة، وتم تنفيذ هذا المشروع بأيدي ماهرة وبإنجاز رائع. ننتظر استلامه خلال الأيام القادمة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، حيث تم رفع هذا المشروع للحاجة الماسة له ولواقع المستشفى الذي نحياه خلال فترة الحرب الماضية وحاليا الواقع العام داخل المستشفى، الازدحام الشديد والاحتياج لزيادة السعة الاستيعابية داخل المستشفى بسبب كثرة المترددين إليها، حيث أن مستشفى شهداء الأقصى يقدم خدمات لأكثر من 350 ألف نسمة في المحافظة الوسطى، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم هذه الخدمات، وتتوافد عليه جموع المراجعين من كافة مناطق المحافظة الوسطى ومن ضواحيها من النازحين من سكان المنطقة. نتحدث عن مخيم البريج، نتحدث عن مخيم المغازي، عن القرى المرافقة، نتحدث عن مخيم النصيرات ومخيم الجديد، نتحدث عن منطقة الزوايد ومنطقة دير البلح، نتحدث عن مناطق شاسعة مليئة بالسكان تستدعي زيادة المرافق الصحية لتقديم الخدمات. والصحيح أن هذه بصمة مميزة لمؤسسة يتيم لار وقفي على ما قدمته، وننتظر المزيد من المساهمات لتحسين الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.